شفتوا القصة دي؟ اللي يعني على تحمل الرباط. يا عم الشيخ، ده احنا مرابطين من ايام قطز، مستنيين امير ولا امام يقول لنا حي على الجهاد من ايام قطز، مش لاقيين. وجعتوا دماغنا، هنصبر لغاية امتى؟ لا، هنصبر الى قيام الساعة. لكن المشكلة ان انت محتاج اللي يعينك على على الرباط. سلمان الفارسي ينصح اخوه فضالة بان صيام يوم الاثنين والخميس، العبادة الخمسة والأخيرة للمرابط، لمن أراد أن يكون مرابطا في سبيل الله، القرآن. أين أنت من ورد القرآن؟ أين أنت من القرآن؟ من القرآن تلاوة، ومن القرآن حفظا، ومن القرآن عملا. بتختم القرآن قد إيه؟ المرابط في سبيل الله بيختم القرآن مرة كل أسبوع، أو مرة كل 3 أيام، أو مرة كل 10 أيام على أقصى حاجة. أما اللي بيختم القرآن مرة كل شهر، ده الراجل العادي، ده العام، اللي لما يقول حي على الجهاد هيفكر. لكن المرابط لا، المرابط ده ورده من القرآن كل يوم 3 أجزاء، كل يوم 3 أجزاء. المرابط لابد يكون حافظ سورة الأنفال، المرابط لابد يكون حافظ سورة محمد، سورة القتال. المرابط لابد يكون حافظ سورة الفتح عشان يبقى محمد والذين معه. المرابط له حال مع القرآن. يبقى دول 5 عبادات، دي عبادات المرابط. العبادة الأولى الصلاة على أوقاتها، العبادة الثانية الذكر، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، العبادة الثالثة قيام الليل شرف المؤمن، العبادة الرابعة صيام يوم الاثنين والخميس، العبادة الخامسة ورد القرآن تلاوة وحفظا. تلاوة كل شهر بتختمه 3 مرات على الأقل، حفظا على الأقل تكون حافظ الأنفال ومحمد والفتح. الأنفال السورة التي تقرأ، كان أصحاب النبي يقرؤونها بين الصفوف لتثبتهم وتذكرهم بالقتال في سبيل الله. دي اسمها عبادات المرابط، عبادات المرابط، علشان تبقى من خير الناس، الممتطي صهوة جوادي، الآخذ بعنان فرسي، الشاهر سيفه، الذي يصغي السمع ينتظر صيحة هنا أو هيعة هناك وينطلق في سبيل الله. لابد يكون ليك ال5 عبادات دول. لو مش عندك ال5 عبادات دول مش هتقدر تبقى مرابط. المرابط يستحضر النية، يستعد للقتال، يأخذ الأهبة، ينتظر الأمر، ينطلق ملبيا في سبيل الله. دي عبادة المرابط. حياة المرابط له حياة، له حياة خاصة. أول عنصر من عناصر حياة المرابط ألا يكون عليك دين. ما يكونش عليك دين إطلاقا. اوعى تستلف مليم، اوعى تستلف تعريفة. كان أحد طلبة العلم في زماننا دهوت، وممكن تكونوا بتسمعوه بتشوفوه، أخذ عهدا على شيخه أن يكون مرابطا مدى حياته. أول حاجة أخذها عليه الشيخ ألا تقترض ولا تستدين. لأن أنت لو مت شهيد، الشهيد لا يحبس في شيء إلا في الدين. الشهيد لا يحبس في شيء إلا في الدين. أنت راح تموت شهيد، هتموت شهيد وأنت عليك دين. أول حاجة من حياة المرابط ألا يكون عليك دين، ما يكونش عليك ديون. اوعى تستلف. عاوز تبقى مرابط بسرعة تخلص من الديون اللي عليك، واوعى تستلف. الحياة هتمشي، الحياة من غير ما تشتري تلفزيون بالسلف، من غير ما تشتري عربية بالسلف، من غير ما تشتري ثلاجة بالسلف. مش مهم يبقى عندك شقة تمليك، مش مهم يبقى عندك فيلا، إذا جات خير وبركة، ما جاتش
اروح استدين واستلف علشانها، يبقى دي اول حاجة في حياة المرابط، ان هو رجل بلا ديون. نمرة 2 استحضار نية الرباط، طول في حياتك تستحضر هذه النية. نمرة 3 صندوق الرباط. صندوق الرباط، عارفين يعني ايه صندوق الرباط؟ كان اهل الرباط قديما والمرابطون في سبيل الله وهم في بيوتهم كان عندهم صندوق يسموه كده صندوق الرباط. الصندوق ده حاطين فيه فلوس اللي هي تكلفة الرباط، تكلفة القتال في سبيل الله. انا مش هقول لك اشتري بندقية ولا اشتري مسدس ولا اشتري طبانجة ولا روح اشتري دبابة، ما هو اللي هيرابط دلوقتي مش هيرابط بسيف وحصان ورمح وخرج، لا، اللي هيقاتل دلوقتي هيقاتل بايه؟ هيقاتل بالاسلحة الحديثة. طب مش هقول لك اشتري سلاح وحطه في بيتك، مش هوديك في داهية ولا اقول بهذا اطلاقا، لكن يوم ان ينادي ولي الامر ويبقى عارف كويس ان انت معاك فلوس هتشتري بيها العدة بتاعتك، دي هتدي لولي الامر وهيحس ان وراه رجالة، وراه رجالة مش مستنيين ان هم يقولوا له زي ما كان الفقراء بيأتوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم احملنا يا رسول الله، تولوا واعينهم تفيض من الدمع، ليه مش لاقيين. ولي الامر ما عندوش سلاح ليك ولا عنده، يبقى انت تبقى عندك ايه؟ عندك الفلوس اللي تقدر تجيب بيها السلاح. صندوق الرباط ده صندوق فيه فلوس، لو انت هتقاتل هتشتري سلاح بكام وهتصرف قد ايه وهتشتري لبس بكام وهتركب مواصلات ازاي وهتاكل وتشرب في طريق القتال ازاي، ولما توصل ميدان القتال والبلد اللي انت هتقاتل فيها واللي ولي الامر الصالح ندع، كل النفقات دي هتكلفك كام، ودي موجودة في الصندوق. ومع الصندوق جواز سفر، جواز سفر صالح مش منتهي، جواز سفر صالح مش منتهي. علشان ايه؟ علشان ممكن ولي الامر يقول لك مش هيخرج من البلد للقتال الا اللي معاه جواز سفر، جواز سفر. والحاجة الثالثة والمهمة جدا الوصية بتاعتك، تكتب وصيتك وتحطها في الصندوق ده، وده وقف لله. هو ده الاستعداد. احنا قلنا الرباط، النية، والاستعداد. الاستعداد ان يبقى عندك ادوات القتال، هي مش عندك، لا، ومش هقول لك اشتريها وخزنها عشان ده قانونا ونظاما ما ينفعش، هقول لك يبقى عندك الفلوس بتاعت الرباط.